عارف أكتر حد بيصعب عليّا في الليلة ديّة كلّها؟ هو إحنا، والله الجمهور اللي هو بيشجّع، الجمهور اللي هو بيشجّع ومالوش يعني ذنب في أي حاجة، وما قدّاموش غير إن هو يشجّع للأسف يعني، اللي هو أنت شعب طيب، شعب غلبان، أنت نِفْسك في فرحة، بس في ناس مش عايزاك تفرح، فاهم؟ المفروض الناس ديّة هي اللي أنت مستنّيهم إن هم يعملوا كده. إحنا يا جماعة عندنا الموضوع مش عدّى مرحلة البواخة، يعني هو ما بقاش بايخ، لأ هو عدّى المرحلة بتاعة البواخة ديّة. أنت عندك عارف اللي هو إيه، الكورة ديّة هي اللي كانت بتفرّح معظم الناس، وتحديدًا المنتخب هو اللي كان بيلِم شمل الجمهورين تحديدًا أهلي وزمالك وجمهور مصر كلّه، بس خلاص اللي هو عارف أنت اللي هو الدنيا بايظة، ويرجع بعد كده يقول لك إيه، يقول لك: "ما هو سبب عدم حضور جماهير مصر في الاستاد؟ ما هو سبب إن كل جمهور بقى يروح للفرقة اللي هو بيشجعها وما بقاش في ناس بتشجع المنتخب؟ ما هو سبب وما هو سبب؟" وقال هم مستغربين أوي، مستغربين! اللي إحنا بنشوفه ده أنتم مستغربين! لمّا يبقى ناس يعني العقل بتاعها والسِن بتاعها ناس لسه بتتكلّم في ناس أقل من 20 سَنة وناس أقل من 30 سَنة، شايفة الصح وشايفة اللي المفروض يتعمل، وناس مسؤولة عندها حاجة و50 سَنة وحاجة و60 سَنة ممشّية اللي في دماغها وخلاص، وناس لا تفقه شيء في أي شيء، اللي هو كمية قرارات وكمية مصالح وكمية محسوبية غير طبيعية بتحصل عندنا في الكورة عمومًا. الاتحاد المصري دوّة أكتر اتحاد يعني أنا ما شُفتش حاجة مضحكة في أي اتحادات من الكورة، في أي بلد بتنظّم بيتلعب فيها كورة، يعني زي الاتحاد بتاعنا دوّة، من ناحية كل حاجة، كل حاجة. أنا أول مرّة أشوف اتحاد بيقيل مدير فني علشان الشعب بيزوم على المدير الفني دوّة، علشان الأداء مش عاجب الشعب دوّة. بس هي الحقيقة ما كانتش كده، عشان المصالح ما كانتش نافعة، وهو حسام البدري، حسام البدري اللي ما كانش خسر أي مباراة، وسبحان الله وهو راجع في الطيارة بيتم إقالته، ليه؟ بيقول لك أصل الأداء مش مقنع، أيًا كان هتتفق أو تختلف على الأداء، بس أنت تخيل إن أنت بتقيل مدير فني علشان الأداء مش مقنع، وهو ما خسّركش ولا بطولة، يعني هو لسه كان بيقول يا هادي، بتعمل حاجات غير طبيعية في كرة القدم كلّها، بتجيب واحد اسمه إيهاب جلال، أيًا كان أنت موافق عليه كواحد مشجّع، أنا موافق عليه أو مش موافق، بس أنت بتجيب إيهاب جلال ماتشين وتقول له امشي، طَب أنت بتجيبه على أساس إيه يا باشا؟ بتروح تجيب لنا فيتوريا، طَب أنت جايبه على أساس إيه؟ يا جدعان، يا جدعان الموضوع over، الموضوع over لمّا يبقى وليد الركراكي وإليو سيسي ده بيدرّب السنغال وواخد كاس أفريقيا السنة النسخة اللي فاتت والتاني رابع العالم، وأنت جايب فيتوريا وهُم ما بيجوش نُص مرتّب الراجل دوّة الشهري. يا جدعان إحنا كمية عته، اتحادات كورة بتخاف من الأندية، جدول كورة مش ماشي، مش مضبوط، مش مفهوم له حاجة، كمية تأجيلات غير طبيعية، تسأل دوّة يقول لك أصل كاس مصر تبع مش عارف اتحاد الكورة بس الدوري بينظمه الرابطة، الكورة كلّها محسوبية وكلّها رشاوي، كلّها اللي هو اللعيبة كلّها بقت دلوقتي عشان تروح تلعب في أي نادي دايمًا فلوس، ده خلاص كلّه مصالح في كلّه، بتقتل المواهب، ما فيش حد بتطلّعه برّه، بُص كل إدارة عندك هي بايظة، هنعمل إيه؟ هنقيل المدير الفني زي ما عملنا مع كيروش، نجيب الناس ونهزّقها ونخلّيهم ياخدوا سُمعة وِحشة عننا ونقول له شكرًا، أنا نِفْسي أفهم حاجة، بيقول لك العقد بتاع كيروش كان مكتوب فيه إن أنا إمتى هامشّيك؟ في حالة إن أنا ما وصلتش كأس العالم، هو دوّة اللي إحنا بنقول عليه، فأنت كده هتمشي، زي فيتوريا بالضبط، في حالة إن أنا ما وصلتش كأس عالم فيتوريا وكيروش يمشوا. يا باشا طب هم مشيوا، وهو ده العقد اللي أنت حطيته، أنا استفدت إيه؟ أنا كمشجع مصري استفدت إيه؟ يا معالي الباشا جاوبني، يا باشا افهمني، أنا استفدت إيه؟ اللي هو يا أخي أنت ما بتقدّمش حاجة، يا أخي إحنا بنتفرّج على المنتخب وأنت ما بتلعب مع مش عارف الكونغو وموزمبيق وغانا اللي مش موجودة، وبتلعب مع فريق اسمه كاب فيردي، أسامي منتخبات يا أخي ده جيل 2008 يعني كان يستحي ينزل يكسب الفرق ديّة 5، 6-0 بس. تقوم بتعمل إيه؟ تقوم تنزل تدخل فيك 7 تجوان في 4 مباريات، يا راجل يا قادر، يا جدعان، يا جدعان الموضوع عندنا ده أنا اتفاجئت في كأس الأمم دوّة، ده أنت بتتفرّج على الراس الأخضر عاملة ماتش عليك، يا أخي ده موزمبيق بتحاول إن هي تضبّط الدنيا،
يا أخي ده أنت بتلعب مع الكونغو فاز من يستحق، هو الكونغو ديّة من حقها تخسر؟ ده من حقها إن هي تفوز، الكونغو ديّة من حقها إن هي تفوز ومن حقها إن هي تصعد عليك، الناس كلّها بتتطوّر حواليك وكلّه بيعمل مؤسسات وكلّه بيبعت برّه، وأنت عندك اللعيبة بالعافية بتطلع من هنا، بالعافية، ولا عامل لهم مناخ كويس ولا بتفكّر في أي حاجة ولا حياة لمن تنادي. ورئيس اللي هو وزير الرياضة اللي عندنا ولا أي حاجة، ولا أي حاجة حلوة بتحصل. يا جدعان الموضوع قايمة منتخب مصر كمية ناس جاية مجاملة غير طبيعية، غير طبيعية. يا جدعان إحنا بنعمل إيه؟ إحنا ومين دُولة؟ مين يعني أنا عايز عقل من ساعة ما شُفت القايمة يخلّيني اللي هو كنت أخلّي ياسر إبراهيم برّه كمدير فني وأقول أصل أنا باجيب الناس الطوال، يعني أنا أجيب علي جبر وأحمد سامي اللي ما يجوش نُص مستوى ياسر إبراهيم تحديدًا النسخة ديّة، وأجيب ياسر إبراهيم برّه وليلة، ليلة إحنا في ليلة، أجيب صبحي اللي هو احتياطي في نادي الزمالك، وأضُم محمد النني علشان هو في أرسنال، وأضُم محمود حمادة. فيتوريا قدّم إيه لمنتخب مصر؟ فيتوريا قدّم إيه عمومًا؟ يا جدعان ده إحنا كشعب ده إحنا طالع عينينا، ده الناس تعبانة، ده الناس بتبقى قاعدة نِفْسها إن المنتخب يكسب، الفكرة إن المنتخب لمّا خسر خلاص الشعب من جوّاه الموضوع بقى عادي، يا باشا خسرنا يالّا يا باشا نقوم نكمّل يومنا، أنا زعلان إن أنا اتفرّجت لغاية بالليل وأخّرت شغلي الصبح، هي ده بقى تفكير الناس، ده يا ريتنا ما اتفرّجنا، ويرجع يقول لك النسخة اللي جاية كُلّنا ورا مصر، كُلّنا داعمين، يرجع يقول لك هو الناس ليه ما بقتش تُقف ورا منتخب مصر؟ موضوع محمد صلاح 1000 واحد بيتكلّم عنّه، ما تفهمش صلاح مظلوم والّا صلاح فعلًا الحوار عليه، يطلع لك طبيب المنتخب يقول لك حاجة، ويطلع يورجن كلوب يقول لك حاجة تانية، وكل واحد طالع بحكاية، بحكاية، وده يطلع يقطّع في ده، وده يطلع يقطّع في ده، وصلاح ينزّل story. بنعمل مشاكل من لا داعي، بنعمل مشاكل من لا مشاكل أصلًا. موضوع مش مفهوم تمامًا، يعني أنت واحد زي كيروش ده جالك أيًا كان هتتفق هتختلف عليه في طريقته في نظامه في، الراجل مشي عنك، لمّا تيجي تسمع أول تصريح بعد ما مشي من عندك، يروح قايل لك إيه، أنا واخد سُمعة وحشة عن المصريين والاتحاد المصري بيعامل المدربين بطريقة وحشة والاتحاد المصري. يا أخي أنت كده مبسوط؟ يا أخي يا جدعان، يا جدعان اتقوا الله، اتقوا الله في الناس اللي هي بتشجّع المنتخب دوّة، الشعب تعبان، ده هنلاقيها منين والّا منين؟ والله أنا الواحد جايب آخره، الواحد جايب آخره، الواحد بقى واخد الموضوع بهزار وضحك، هو من بعد بطولة 2019 ديّة والواحد مريّح دماغه خالص، اللي هو إحنا مساء العك، فاهم، صباح الفل، يعني ولا حد يزعّل نَفْسه يا جماعة، زي الفل، زي الفل وإحنا مستمرين وهيبقى يقول لك أهم حاجة إقالة المدير الفني، هي ديّة هتبقى الفكرة كلّها، إنّما الناس اللي ماسكة يا باشا مش هتكيل نَفْسها، هو في حد هيقدّم استقالة والّا يعمل يا باشا كبّر دماغك، صباح الفل يا جماعة.